اهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة اعمق من النظر، اعمق من التفكير كمان. هنتكلم عن البصيرة. البصيرة مش بس انك تشوف، انك تفهم وتفهم بعمق. وزي ما تعودنا في الفيديوهات السابقة الخاصة بسلسلة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، ان احنا بنتكلم عن الموضوع من ناحيتين، الناحية العلمية والناحية الدينية. ده اللي هنعمله بإذن الله في حلقة النهاردة عن البصيرة. هنتكلم عن البصيرة من الناحية العلمية والناحية الدينية. أول حاجة لازم نعرفها إن العلماء بيستخدموا كلمة insight عشان يقدروا يوصفوا البصيرة، وده معناه إن في لحظة معينة كده بتحصل فجأة، مخك بيبتدي يربط الأمور ببعضها وبتفهم حاجة ما كانتش واضحة قبل كده. زي لما بتبقى بتدور على حل المشكلة وفجأة تلاقي الحل قدامك، بيجي لك وانت بتعمل اي حاجة غير انك قاعد بتفكر في الموضوع ده. في اللحظة دي الدماغ بيشتغل فعلا بطريقة مختلفة. المخ فيه مناطق كتير، بس بالنسبة للبصيرة في جزء معين بيشتغل اسمه البريفرونتال كورتكس او الفص الجبهي. ده الجزء المسؤول عن التفكير والتخطيط واتخاذ القرار. كمان في جزء تاني مهم بيشتغل وقت البصيرة اسمه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او الجهاز الشبكي. ده بيشتغل زي الفلتر، بيبتدي يختار المعلومات اللي هيركز عليها ويسيب الباقي. في دراسات استخدمت أجهزة بتقيس موجات الدماغ زي ال EEG، لقوا ان الناس وقت ما بيحصل لهم البصيرة بيكون عندهم نشاط مفاجئ في منطقة معينة في الجمجمة اسمها الفص الصدغي، والموجات الكهربائية في المخ بتتغير فجأة قبل لحظة البصيرة بحوالي نص ثانية. يعني في شغل كتير جدا بيحصل في الخلفية احنا ما نعرفش عنه حاجة، الناتج بتاعه انك تلاقي نفسك فهمت حاجة ما كانتش واصلة لك قبل كده. ولو حبينا نفرق بين التفكير المنطقي والبصيرة فاحنا عندنا اكتر من فرق. يعني مثلا التفكير المنطقي بيكون خطوات واضحة ومتسلسلة، اما البصيرة بتيجي مرة واحدة كده وفجأة. التفكير المنطقي محتاج تركيز وتحليل، اما البصيرة غالبا بتبقى في حالة استرخاء. التفكير المنطقي بنقدر نشرحه بسهولة لانه احنا ماشي على ستيبس معينة، اما البصيرة هو احساس ونتيجة انت وصلت لها، وصعب جدا تشرح دي كانت بناء على ايه او ايه اللي خلاك تقول كده. يعني باختصار المخ بيكون عامل زي واحد بيركب بازل، وكل قطعة بيتحط في مكانها من غير ما يحس، وفجأة يلاقي الصورة اكتملت قدامه. ده من الناحية العلمية. أما الناحية الدينية ففيه شواهد كتير جدا بتدل على البصيرة من القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني البصيرة مش رفاهية، دي أساس طريق الهداية. البصيرة في الدين هي نور في القلب قبل ما يكون نور في العين. وده كان واضح جدا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا شايفين الأمور بشكل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان شايفها بشكل تاني، كان شايفها ببصيرة. كمان سيدنا يوسف في السجن رغم الظلم والمحن اللي تعرض لها، لكنه كان شايف ان ربنا شايل له خير كبير. يعني البصيرة بتخلينا نشوف المعنى ورا الابتلاء، بنشوف الرحمة جوه القسوة، وده مش بيجي غير بالصبر والتقوى والتفكر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بيدعي ويقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يعني الدعاء ده في جوهره طلب للبصيرة، يعني مش بس معرفة لكن كمان توفيق للسير في الطريق الصح. لو ركزنا شوية هنلاقي ان العلم والدين مش ضد بعض، بالعكس. العلم بيقولك ان البصيرة محتاجة هدوء وتأمل وعقل منظم، والدين بيقولك نفس الكلام: تفكر، تدبر، اصبر، ولازم يكون عندك نية صافية. العلم بيشرح لك ازاي البصيرة بتشتغل، والدين بيشرح لك ازاي توجه بصيرتك للخير. وده معناه ان البصيرة الحقيقية بتتولد لما العقل يشتغل والقلب يكون حي. في عالم مليان ضوضاء البصيرة بتكون هي الهدوء اللي جوانا. البصيرة مش انك تشوف الحاجة، انك تشوف سببها وتفهم الحكمة من وراها. يمكن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم في حلقة جديدة قريب إن شاء الله. سلام.